لو كنتم زيي بتحبوا العجة جدا وعايزين تاكلوها بشكل خفيف، يبقى اكيد عجتنا النهارده اللي في الفرن هتعجب. لو اول مره تشوفوني، انا دكتوره سهى، اتمنى تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك وشير. في حله على النار هننزل بحوالي 5 معالق كبار من الزيت، وننزل عليهم ب2 بصل متقطعين مكعبات، ونبدا نشوح البصله لحد ما تدبل ويصفر لونها شويه. ننزل عليهم ب3 طماطمات متقطعين مكعبات، ونفضل نقلبهم لحد ما الطماطم تنزل ميتها وتشربها وتبقى بالشكل ده. ننزل عليهم ب5 معالق من الدقيق، كل بيضة بتاخد معلقة واحدة من الدقيق في العجة. أنا هستخدم 5 بيضات، عشان كده استخدمت 5 معالق من الدقيق، 5 معالق كبار، وهبدأ أقلبهم واخلطهم كويس قوي مع بعض لحد ما نوصل للقوام ده. أبدأ أنزل عليهم الخضرة بتاعتي، كزبرة مفرومة وبقدونس مفروم وشبت مفروم، وأقلبهم حلو قوي مع بعض لحد ما يختلطوا. في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن هنزل ب5 بيضات بتوعي واتبلهم بالملح والفلفل. انا مش بحب احط تتبيلات غير الملح والفلفل في العجه علشان ما اضيعش طعمها وطعم الخضره الجميل اللي بيبقى فيها. وهنزل عليها بحوالي ربع كوبايه من الحليب اللي بتخليها هشه وجميله وبتخلي لونها فاتح وطعمها في حتة تانية خالص. وهبدأ أخفقهم كويس قوي مع بعض علشان البيض والحليب والبهارات يختلطوا كويس مع بعض. بعد ما اختلطوا وبعد ما الحشوة اللي أنا عملتها على النار بردت تماما، هبدأ أنزلها على خليط البيض والحليب والملح والفلفل بالشكل ده، وابدأ أخلطهم حلو قوي مع بعض، واتاكد ان هم اختلطوا كويس قوي. هبدا احط عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي بتخليها تنفش وتكون هشه وما تبقاش مكبوسه العجه بتاعتي، واخلطها كويس قوي عشان اوزعها في كل الخليط بتاعي حلو قوي. هدخل الصينيه بتاعتي الفرن في سابق تسخينه 170 درجه لحد ما تطلع بشكل جميل ده وشها يحمر. مش قادره اقول لكم ريحتها حلوه قد ايه، وطعمها طبعا في حته تانية خالص، خفيفه مش بتتعب المعده زي اللي بتبقى مقليه على النار او اللي متسويه على النار. مش قادره اقول لكم طعمها حلو قد ايه، وتنفع للفطار والعشاء ولاي وقت الواحد يكون جعان ونفسه ياكل في حاجه حرشه. اتمنى لو عجبتكم وصفتنا النهارده ان انتم تنفذوها وتكتبوا لي رايكم واسئلتكم في التعليقات، لانها فعلا تحفه وخفيفه وطعمها لذيذ جدا وهتعجبكم ان شاء الله خالص. وبالهنا.